فؤاد اللي مثلي شو بده يشتغل يا فؤاد؟ يا فراس خلي ايمانك بالله قوي. انت لازم تسلم الشيء اللي صار. وبخصوص الشغل بالمصنع انت بتعرف انه في شغلات كثيره بتقدر تعملها، صح ولا لا؟ فوت فراس. ما كان لازم يجي، بس لازم يشتغل. ما في حل ثاني يا فؤاد. يا فراس انت مالك مضطر تجي هلا. في الوقت اللي بتحس فيه حالك قادر تشتغل تعال، وراتبك بوصلك على البيت كل اخر شهر. فؤاد، انا اقدر اميز بين الشفقه وبين الاحسان. لا يمكن اقبل اي شفقه من حدا يا فؤاد. الملاحظه فعلا انك مالك قدران تميز. فؤاد، لو فكرت فيها لحظه، ابو نعمان لو موجود هلا ممكن يعتبر هذا حقي. اللي عمله نعمان شيء طبيعي. نعمان ما عم يمن علينا، نعمان اعطانا حقوقنا. بس احنا ما لنا قادرين نفهم هذا الشيء، فالمشكله فينا ومشكله كبيره. لانه معناتها نحن ما لنا حاسين انه نحن بشر والنا حقوق.